تعالوا نشوف أسرار سورة الفاتحة في الرزق. ايه ده؟ هي السور القرآنية لها أسرار؟ كل سورة قرآنية لها أسرار. أسرار سورة الفاتحة في الرزق. يعني مثلا الدنيا ضيقة معايا شوية، الدنيا مقفلة معايا شوية كده وعايز ربنا يفتحها عليا. أقول ايه؟ هنقرأ سورة الفاتحة وهنقول لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك. طيب، تاني حاجة من سورة الفاتحة للشفاء. يعني مثلا لو انا مريض وعندي مرض وكده، اجيب ميه واقرا عليها سوره الفاتحه بنيه الشفاء. طبعا هنقول طب والعلاج والطب؟ لا طبعا، ده الطب والعلاج ده اساسي، بس احنا بناخد حاجه من القران. هو في شفاء للناس، بناخد حاجه من القران مفيش مشكله. لما ناخد مع العلاج بتاع الدكتور الحاجه ديت مفيش مشكله. لما نجيب كوبايه ميه ونقرا عليها الفاتحه بنيه الشفاء، بس المهم ان هي تكون موجوده ونبقى عارفين ان ربنا ان شاء الله هيشيل عننا. اهم حاجه النيه. ونقرا عليها الميه دي سوره الفاتحه ونشربها بنيه الشفاء، مفيش مشكله. او لو رحت عند حد لقيته تعبان، اعمل له كده، اقرا له سوره الفاتحه على كوبايه ميه ويشربها بنيه الشفاء، ان شاء الله يشفى باذن الله. وبرضه ممكن نقرا سوره الفاتحه او نقرا جزء منها بنيه سكينه القلب. يعني مثلا لو انا خايفه من حد، خايفه من حاجه، خايفه من موضوع، خايفه من حاجه تحصل وعندي كده خوف في قلبي وعايزه قلبي يبقى فيه سكينه، هقرا برضو جزء من سوره الفاتحه لسكينه القلب، او ان انا ايه مبقاش خايفه من الحد ده ومبقاش خايفه من الحاجه دي. هقول ايه؟ يا مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين، يا مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين.